صباح الخير واهلا وسهلا فيكم في وصفه جديده من وصفات موديز كيتشن. وصفتنا لليوم كل الناس بتحبها، الكبار والصغار. رح نعمل مع بعض سباجيتي بولونيز على الطريقه التقليديه الايطاليه. وصفه صحيحه 100%. تابعوا المقادير والوصفه وكملوا الفيديو حتى تنجح معاكم. اول خطوه حبايبي، حطيت زيت زيتون وحطيت قرن فلفل انا عندي ناشف، قلبته شويه بزيت زيتون، هذا اختياري. الفلفل على فكره انا حبيتها تيجي سبايسي لانه بدنا اياها بتكون شويه عربيه، المكرونه ايطاليه عربيه. بعدها حطيت البصل مفروم ناعم قلبته، بعدها ضفت الجزر كمان مفروم ناعم. واللي بده يحكي ليش الجزر، بقولكم هاي الوصفة الإيطالية للبولونيز، الوصفة الأصلية والتقليدية والمعروف عنها. بعدها ضفت حبايبي أنا كرافس كمان مهم بالوصفة، وهاي الوصفة أنا قلت لكم إنها الوصفة الصحيحة. ويا ريت لو تاخدوا الكرافس من العيدين، ما تاخدوا الورق الأخضر. وبضلني أقلب كل المكونات مع بعض بدون إضافة ولا إشي، لا مي ولا بهارات ولا إشي. وملاحظة حبايبي، المطبخ الإيطالي معروف ما بيحتاجش كتير بهارات وما بيبهروا كتير الأكل، مش مثل المطبخ العربي. الفلفل هون عندي أنا رح أدقه، أكيد رح أقيم البذر اللي فيه، وبعدين رح أضيفه للصلصة. عندي هون عندي اللحمة المفرومة، لحمة مفرومة عجل فيها شوية من الدهن، رح أقلبها كتير منيح مع الخضار اللي أنا دبلتها بالأول. وما ضفت ولا إشي، لا بهارات ولا فلفل يعني إلى حد الآن، ولا شطة ولا إشي. بدي أضلني أقلب حتى أشيل كل المية من اللحمة. بعديها بدنا نضيف معجون البندورة ونضيف إيش عنا من البهارات، رح أحكي لكم إياها. حطيت حبايبي المعجون البندورة، ومهم إن نقلب معجون البندورة بالأول حتى نتخلص من كمية الحموضة اللي بتكون موجودة بالمعجون البندورة. ماشي. هون الخطوة الثانية حطيت الملح وحطيت شوية الشطة اللي دقيتها، وكان عندي شوية معجون فليفلة كمان حطيتها، وشوية زعتر أخضر بلدي، هذا الحر الأصيل. فبقلب كل المكونات مع بعض، والريحة كتير طيبة مع إنها ما فيها بهارات كتير، بس الريحة بتاخد العقل. بعدها حبايبي بدي أضيف عصير البندورة. عصير البندورة مثل ما شايفين حطيت كمية منيحة، وانتم على فكرة يعني الكمية اللي بتحتاجوها بتعملوها، يعني عندكم شوية كتير اللي بيرجع لكم. المقادير حبايبي يعني تقديرية، أوكي. فبضلني أقلب كل المكونات مع بعض، وكان عندي شوية بندورة هاي المجففة كمان ضفتها اختياري، هاي من عندي كمان فيكم تستغنوا عنها. وبضلني أقلب كل المكونات مع بعض. هون أنا رح أحتاج شوية مي، مش كتير، تقريبا أنا أقل من نص كاس مي حطيته، وخليها تتسبك تقريبا 10 دقايق، مش كتير، يعني كل شيء عندي مستوي ومش محتاج انه وقت كتير طويل. والبولونيز هاي فيكم تستعملوها الصلصة للبولونيز او لللازانيا او الكنالوني او للمكرونة البشاميل، يعني كتير طيبة، وهاي اصل الصلصة. وخليها تتسبك حبايبي. وانا ضفت مثل ما شايفين هاي البندورة الملونة، حبيتها كمان اختياري، انا ضفتها هاي من عندي لانه حبيتها بالصلصة وحبيت الالوان اللي فيها. وحبايبي اعتمدوها الصلصة، والله العظيم هاي أصل الصلصة البولونيز، واعتمدوها لجميع الوصفات. والنكهة الأخيرة هاي بدنا نضيف الزيت زيتون بالأخير، ومعروف المطبخ الإيطالي على نكهة الزيت زيتون، وهم بيبهروا أكتر شي بالأوريغانو والزعتر وهاي الأمور وهاي القصص، فدايما أطباقهم بيضيفوا الزيت زيتون بالأخير. هون أنا سلقت المكرونة مثل ما أنتم شايفين. وأول شغلة يعني عند الإيطاليين المكرونة لازم تكون الدنتي، يعني ما تكون مستوية كتير، مثلا ما بتاخدش يعني أكتر من 8-10 دقايق، ما بيحبوها كتير مستوية مثل إحنا عنا بالبلدان العربية بنحبها كتير مستوية. هون خلصت المكرونة، قدمتها طبق سهل سريع بسيط، والزكاوة والطعم بياخد العقل. جربوها رح تحبوها، ورح يحبها الصغير والكبير.